السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم طاسه كبده يا جماعه تحفه، لازم تجربوها بجد، حلوه قوي قوي. طعم وريحه لا بجد حلوه، ان شاء الله تعجبكم جدا. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. تاكليها بعيش كده، شويه مكرونه شويه رز براحتك خالص. عامله لك صوص حلو قوي فيها، سهله سريعه، الطعم مختلف خالص. جربوها مش هتندموا خالص والله. شايفين عامله ازاي؟ بجد حلوه جدا، تقطيعتها كمان حلوه مميزه. آه، بصي مش هقولك غير لما تجربيها وتدعيلي دعوه حلوه كده. يلا بينا نقول المكونات بتاعتنا. شايفه عامله ازاي؟ بسم الله. انا جبت كيلو كبده، بس جبته على بعضه كده حته واحده. انا في العموم بخليه يقطعهولي، بس انا قطعته، انا قطعته شرايح لا تخينه ولا رفيعه. خلاص، هنحطها على جنب. انا مبغسلش الكبده بتاعتي، انت طبعا براحتك. خلاط هحط فيه او كبه هحط فيه 5 6 فصوص توم، 3 4 بصلات يعني. كميه البصل براحتك، عايزه تزودي زودي، ما بيبانش خالص. انا عملتها في الخلاط المره دي علشان الولاد لما بياكلوا الكبده بيروحوا حايشين البصله. انا غيرت بقى الطريقه، خدعتهم عشان ما يشيلوش البصلة. بطماطمية، طماطميتين او طماطمية، قرنين فلفل حامي، مش عاوزة حامي استبدليه برومي عادي. خلاص، الخضار براحتك، عايزة تزودي كمان زودي. حطيت شوية مية بس عشان الخلاط يشتغل على الحاجة. تمام، نضربهم ضربة حلوة. ننزل نجيب الطاسة بتاعتنا او الصينية، نحط معلقة سمنة بلدي حلوة كده، او ما عندكيش سمنة بلدي زبدة او زيت براحتك خالص. بس هي طبعا السمنة البلدي او الزبدة بيدوها طعم حلو قوي. كتري شوية المادة الدهنية، خلاص يعني نكتر شوية، ايدينا تبقى كريمة وفرطة كده شوية. شوية سمنة على شوية زيت، الزيت بيدي لمعة حلوة قوي للكبدة، ما تستغنيش عن الزيت خالص. او زي ما احنا شايفين انا زودت، زي ما بقولك خلي ايدك كريمة كده في المادة الدهنية. هنزل بالكبدة بتاعتي، شايفة مقطعاها شرايح ازاي؟ حلوة قوي يا جماعة التقطيعة دي، وبتديها طعم حلو قوي. ما نقلبش على طول، الطاسة تسخن، ما نقلبش على طول، نسيبها لما لونها يغير من تحت نبتدي نقلب اهو زي كده بالظبط. يعني ما تقلبيش على طول عشان ما تنزلش مية. خلاص، شايفة الشريحة عاملة ازاي؟ القطعة عاملة ازاي؟ حلوة قوي بجد. خلاص، مش هنقلب بسرعة زي ما احنا قلنا. معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة ناشفة. انا ما بحطش توابل كتير في الكبده خالص، يعني هي كزبره ناشفه وفلفل اسود، لو مفيش كمان كزبره ناشفه ناشفه براحتك. الملح بتاعنا. خلاص كده نبتدي نقلب بقى براحتنا. الكبده لونها غير من تحت خالص، ضمنت ان الطاسه سخنت. تمام، قلبي وما تخافيش، مش هتنزل كده ميه. خلاص، يبقى التوابل بتاعتنا فلفل اسود، وكتري في الفلفل الاسود، ونص معلقه كزبره ناشفه بس. شايفه عملت ازاي؟ شوحت من تحت حلو قوي اهو. نحاول نقلب يعني ايه، اللي نلاقيها لسه مغيرتش لونها نقلبها احنا بايدينا. خلاص، زي ما انت شايفه، حلوه طعمها حلو مختلفه. اني تضربي الحاجه في الخلاط عشان ولادك ما يشيلوهاش، حلوه قوي. خلاص، انا بوسع كده عشان انزل هنزل دلوقتي الخليط اللي انا عملته في الخلاط، اللي هو ايه، 4 5 فصوص توم كبار، 3 4 بصلات، طماطميتين، قرنين فلفل حامي. لو مش عاوزة حامي استبدليه بفلفل رومي عادي. لازم توصل للمرحلة دي الكبدة، اللون ده، تاخد اللون كلها، تاخد اللون اللي احنا عاوزينه ده. وبعدين ننزل بالخليط اللي احنا عملناه في الخلاط اهو. هوسع انا بس كده عشان انزل الخليط على الطاسة الاول اهو. انا حطيت يعني معلقتين مية بس عشان تمشيلي الخليط، انا مش عاوزة مية في الخليط خالص عشان الخلاط يشتغل بيها. خلاص، هنبتدي نقلب كده، مفيش مية هتنزل، ما تخافيش خالص. كله هيدخل في بعضه دلوقتي. وطي النار، خلاص يعني ما تطاش قوي، خلي النار هاديه، وسيبيها بقى ايه تاخد وتدي في مع بعض مع الخليط ده اللي احنا عملناه. طعمها حلو، الخضار اللي انا حطاه بس على بعضه ده طعمه حلو مع بعضه. عايزه انتي تغيري حاجه غيري براحتك، بس جربيها بطريقتي وشوفيها الاول. تمام، انتي بعد كده عاوزه تعمليها بطريقه تانية اعملي، حطي خضار تاني براحتك.
شايفة عملت ازاي كده؟ هي خلاص تقريبا اهي، شايفة عاملة ازاي؟ بجد حلوة قوي، كله داخل في بعضه كده. قطعة الكبدة تحس ان هي فيها صوص، ما يعني دي مش حاطة معاها خضار. بجد حلوة والله، طعمها حلو قوي، ريحتها كمان حلوة قوي. شايفة عاملة ازاي بجد؟ لا جربوها يا جماعة وادعوا لي والله طعمها حلوة قوي، ريحتها كمان حلوة، تقطيعة الكبدة نفسها حلوة. اهو خلاص كده، ما ننشفهاش اكتر من كده، حاول نخلي فيها صوص عشان تعرفي تغمزيها بعيش. عايزة تعملي جنبها شوية مكرونة بصلصة، مكرونة بيضة، شوية رز، براحتك خالص. خلاص كده اهو، خلاص كده حلوة قوي. كتري زي ما بقولك المادة الدهنية، هي اللي بتديها برضو طراوة حلوة قوي ولون. هي زي ما انت شايفة هنا الإضاءة صعبة شوية، غامقة شوية، لكن هي زي ما انت شفتيها كانت على البوتاجاز لونها حلو قوي. شايفة عاملة ازاي؟ الشريحة عاملة ازاي؟ الصوص عامل ازاي لولادك اللي ما بيحبوش الخضار؟ يبقى باين. اعمليها لهم كده، بجد هتعجبهم وهتعجبك ان شاء الله. اهو، اتمنى الوصفة تعجبكم، تقولوا لي رأيكم، وبألف هنا ومع السلامة.